هذا قال لا تخلوه لا هنا هذا تراب. وانا عرفت صلاح الدين الايوبي اعطى سيدي بومدين الجزائري التلمساني، اعطاله قطعه ارض مساحتها 15,000 هكتار في قريه اسمها قريه عين كارم. وين جايه في فلسطين، نتاع من؟ تاع الجزائريين. وقف جزائري 100%، رزق الجزائريين. وقف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأحداث اللي شهدتها السمارة يوم أمس ليلة السبت وصبيحة يوم الأحد ماشي عادية، وماشي بوطات، وماشي حنا كوان باش نسرطو ديك المقذوفات. جات طاحت على السمارة. كتلاحظوا في هذا الفيديو هذا راه باينه عباد الله، ماشي بوطه هذه. ها انتم كتشوف الاخطر من هذا فين طاحوا في اماكن اهله بالسكان. تصوروا الله يحفظو كان يضرب في الدار هذه والناس ناعسين. شو منين لاحق. شو يا ولد عمي والشظايا صاحي. شو دار الناس الهيم بلان حتى هي صاي. لو كان عمرك شي واحد يقود. شو الهيم الهيم وفي البلايص كاملين الشظايا صاحي. وفي هذا المحيط اللي كتشوفوا اشنو هو عباد الله اللي قريب لينا هنا زقلات الريزو يا صاحي. هذا راه قاضي ولد عمي الدشره كامله، نواحي السماره كامله. الشبكات الاتصالات كلها كانت تبغى تهز. لكن الغريب في الامر هو علاش هذه اللحظه بالضبط، علاش هذه الانفجارات بالضبط. واش هو استفزاز؟ هذا لا شك منه. باش واش جات انتفاريتي، جات من الداخل، جات كاين انفصاليه الداخل، هذا ما نكروش. وبالخصوص اللي طيح ليه عجب هو هذا الفيديو هذا، وهذا هو الفيديو اللي كلشي تيقلب عليه. هذا هو الفيديو اللي كلشي باغي يعرفو. ولا عاودتي الفيديو 4 طلقات، وشوف هاد الخوت هادو اللي طلقوا هاد الطلقات هادو اش من اتجاه شدوا في نفس الاتجاه فاش كانوا غاديين المقذوفات. هنا كيطرح سؤال، واش فعلا من وراء الجدار العازل او لا من الداخل؟ واش انفصاليه الداخل ولا البويزات اللي بغا ينوضوا هاد الروعه هادو؟ وشكون اللي مزعمهم من الجيري؟ الجزائر هي اللي خاص عليهم فلوسهم، هي اللي منوضاهم. علاش؟ باش تحيد العين على الداخل. الناس مغلغله لداخل بالك نصدروا هذا المشكل هذا للمغرب. لكن الحمد لله المغرب قاد بهم وفيتهم النهاية. عندكم ميزانيه التسليح عند الجزائريين، عندكم اسطولو على من على هاد البيات هادو. قسما عظما لا ربحونا بهذه الطريقه هذه. هذا استفزاز. باغيين يدخلوا المغرب لمتاهه الحروب. علاش؟ لان هادشي كامل اللي حقات المغرب ما حاملينوش، ما باغيينوش. انتصارات وراء انتصارات، يوم على يوم. حنا العسكر ان شاء الله غنحطوه في المناطق الجنوبيه. العسكر كاين في المناطق الجنوبيه بجميع التلوينات ديالو، موشات ومدرعات جوي وكل شيء كاين، مستعد للحرب. غير هاد المناوشات بهذه الطريقه هذه ماشي جاي اعتباطيا. الجزائر تتقلب على الفتنه في هذه المنطقه هذه، ولا كانت عندنا فتنه ماشي على مخيمات تندوف او، لكن ستصل الى اقصى من ذلك. هذا باش يجي يتشتت هاد الرمانه هذه بغاو يتشتوهم شحال هذا. ما حمدتوش الله.
والاكثر من هذا كاين بعض التهديدات، صمتوا للتهديد هذا. بسم الله. هذا تهديد واحد الانفصال وبعون من الله وتجسيدا لأرواح شهدائنا الأبرار باسم حركة أبناء الشهداء المسلحة، نعلن للجيش المغربي عن نوجدوا له ضربة قاضية على حزام الذل والعار. وعنكم يا الصحراويين اللي متواجدين في الجيش المغربي، اكحزوا خيلكم، ارجعوا لدياركم، راهم لا يبكوا عليكم اماتكم واخواتكم وزوجاتكم. واش في نظركم مغاربه غادي ديروها في هاد الخراجات هذا بنادم ما كتيبين وجهه؟ واش ما بغاش يبين وجهه؟ لان احتمال كبير يكون عايش لداخل ماشي برا. هذا عميل لا اقل ولا اكثر. ولي ما قالش تبين وجهك زعما اش من رجله هادي؟ وعاودوا شوفوا معايا هاد اللقطات هادو مزيان، راه ماشي بوطات، تكون عندنا الجرأة. هادو مقذوفات تلاحوا على السمارة. هادو هما الناس اللي تيقلبوا على الفتنة، هادو هما الناس اللي ما حاملينش المغرب، هادو هما الناس اللي بغاو يبلوكيو المغرب، هادو هما الناس اللي بغاو يدخلوا المغرب في متاهات في غنى عنها. فضل النجاحات اللي كيحقق المغرب لا على الصعيد الدبلوماسي ولا على الصعيد السياسي وعلى على الصعيد الاقتصادي، هاد الناس هادو بغاو يفرانيوه، وبهاد الطرق هادو بمرتزقة، بناس ما عندها لا قيم لا مبادئ، لهم يحزنون. ناس يقلبوا على الفتنة من اجل هكاك يميكوا على المشاكل الداخلية ديالهم، يحاربوا الناس ديال الداخل بملفات لا علاقة لهم بها. هذا باش خوتنا المغاربة ما تمشيوش غالطين. الحرب تكون الا ما كانش لهم تكون غدا. عدو عطانا ربي بجنبنا، علاش مشجعينهم؟ كلشي معروف، لكن الثقة ديالنا في القوات المسلحة الملكية بجميع التلاوين ديالها تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. هذا فيما تيخص التطورات اللي كانت في السمارة. واجي نشوفوا الجزائريين كيفاش عباد الله تيستغلوا الدين. ودنيكم وعقلكم الله يرحم بها الوالدين، تصمتوا لهاد خينا اش تيقول، هذا راه فقيه. صلاح الدين الايوبي اعطى سيدي بومدين الجزائري التلمساني، اعطاله قطعة ارض مساحتها 15,000 هكتار في قرية اسمها قرية عين كارم. وين جاية في فلسطين، نتاع من؟ تاع الجزائريين. وقف جزائري. عاود سمعني شحال المساحة؟ عاود سمعني مزيان الله يرضي عليك. 15,000 هكتار. 15,000 هكتار حباس. 15,000 هكتار واش من عهد هذا تيقول لك؟ في عهد صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين الايوبي كنعرفوا بانه كان بين 1138 ميلاديه، توفاه الله في 1193 ميلاديه. كمل. الجزائريين وقفوكم، ارضكم، حائط البوراق. والله ما كتمرق، قسما بالله ما كتمرق. وفينا عباد الله في الجامع، كتهضر مع مؤمنين، كتهضر مع ابناء الشعب الجزائري بهذا قبح الله سعيكم الى يوم الدين. تعطل تقدر تقول لي قبل من هذا الشيخ ديالكم سي بومدين تلمساني، واش تلمسان قرون قبل منه كانت جزائريه وقرون بعد منه؟ واش نعطيك التاريخ ديال تلمسان ولا ما؟ واش نقرا لكم التاريخ ديالكم؟ شوفوا الزياره ديال مولاي ادريس امتى كانت لتلمسان؟ في 815 الميلاديه، يعني على هذا الحد كتقول ديال الوقف 300 سنه قبل منها. يوسف متشافين، الا كنتم خالطين بلادكم مزيان، تقرارت ولا تجرارت راه حداكم، راه في محيط تلمسان الكبرى.
امتى تبنات؟ ياك في هاد الوقيته فاش كتقول تعطيكم هاد الوقف هذا. رجعوا للتاريخ ديالكم، تنقرا لكم التاريخ ديالكم راه حشومه، وراجعوا الدروس ديالكم قبل ما تتخرجوا بهاد المتاعات. تمساكات مغربي هذيك الوقيته قبل ومن بعد منا عباد الله. هادشي ما عرفتوش. الامير اللي كان حاكم ولايه تلمسان، اماره تلمسان، في القرن التاسع الميلادي في 818، ماشي مولاي سليمان. دا فين عين الحوت؟ عين الحوت عارفه فين كاينه. ياك عين الحوت قريبه لكم، وسير شوف الاولياء اللي مدفونين تما، شوف الاضرحه اللي كاينين تما. واش ما كاينش مولاي سليمان كامير اماره تلمسان؟ وفاش من عهد هذا؟ في عهد المرابطين تقرار تبنات، في عهد الموحدين، وزيد وزيد. ماكم كتكذبوا على عباد الله. واش عباد الله عارفين حتى تاريخكم؟ وهذا الوقف هذا اللي فيه 15000 هكتار، واش عارف شحال هي 15000 هكتار ولا غير كتهضر؟ راه غير 100 هكتار مليون متر مربع. 15000 هكتار 150 كيلومتر مربع، يعني 50 كيلومتر على 30 ولا شوف اش راه ملايين الامتار هذيك عباد الله المربع. راه مدينه اللي كتقول جزء من قريه. واش عارف اش كتقول؟ واش كتسناو عليكم؟ نوضوا، عندكم العسكر، عندكم الترسانه، عندكم ميزانيه، عندكم الجيش لا يقهر. اش كتسناو؟ وغير باش نديرك في عقلك، هاد القريه اش كتهضر راه من 47 مشات، ماشي في 67 ولا في 73، من 47. ونهار بدا هاد الكيان كدوله دا هي الاولى. ما كانتش المقاومه لا تفكرتوها، الله نوضوا سيروا حروها. قبح الله سعيكم الى يوم الدين. واش باكو تنشروا العلم بين عباد الله؟ الفتنه اللي كتنشروا، المغالطات. تيقول لك فقيه عباد الله في المنبر حشومه بزاف. تحيه لكم اينما كنتم.